ها واحد السلام عليكم، نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نهضر لكم على الفيزا ديال الميريكان. خرجت لي الفيزا ديال الميريكان، خرجت لي الفيزا ديال الميريكان. قولوا يا مبروك. ها هي فيزا ديال الميريكان. علاش بغيت ندير هذا الفيديو اليوم؟ بغيت غير نقول لكم راه الفيزا ديال الميريكان ماشي بحال اللي كنسمعوا عليها صعيبه وما كتخرجش ومعقده وبزاف ديال الناس كترفض اليوم. ما كاينش هاد الهضره. انا اول مره في حياتي غندفع الفيزا ديال الميريكان وخرجت لي على الدقه الاولى بحال اللي كنقولوا. الفيزا ديال الميريكان انا كتجيني بحال جاتني بحال ديال استراليا، ولا جاتني سهله. علاش جاتني سهله؟ لحقاش ما كيطلبوش لك شي حاجه اللي مريسكيه، مثلا فيزا شينغان ولا الفيزا ديال شينغن. كيطلبوا لك تخلص الطياره، كيطلبوك تخلص لاسورانس وانت باقي ما خرجتش الفيزا، يعني مريسكيه. هادشي ما تنحملش في شينغن. فيزا ديال الميريكان ولا فيزا ديال استراليا كيطلبوك داكشي اللي عندك، الوراق ديال الخدمه، الوراق ديال البنك، داكشي اللي لوجيك وداكشي اللي عندك، وتقدر تجيبو يعني في نهارك تطلع الوراق ديالك. بالنسبه للبروسيس ولا لي زيتاب الناس اللي باغيين يدفعوا الفيزا ديال الميريكان، كاينين 4 اساسيين. ليطاب الاولى هو انه كتعمر واحد الفورمولير اونلاين سميتو واقيلا دي اس 60 ولا شي لعيبه بحال هكذا. كتعمر داك الفورمولير اونلاين، كتعمر فيه بزاف ديال المعلومات. كتعمرو غير كتابه، يعني ما كتعمر حتى ما كتطلع حتى شي ورقه زعما كاينه خاصك تسكاني الدوكيومنتس ديالك وتدير لهم ابلود، لا. كتكتب داكشي غير كتابه. مثلا الوراق ديال الخدمه ديالك، فاش خدام، شحال انت خدام في هذه الخدمه، سميت باك، سميت امك، اش كيديروا، انت شحال كتشد في الشهر، الدول اللي مشيتي اليوم، حتى من مثلا السوشيال ميديا ديالك ولا البلاتفورمز ديالك ديال الانستغرام ولا فيسبوك، تما كيطلبوا لك المعلومات ديالهم. يعني كيطلبوا لك معلومات بزاف اللي عندهم علاقه بك، ولكن هانيه اتس اوكي، غير معلوماتي كتكتب، يعني ماشي تجيب لهم ورقه ولا شي حاجه. المهم كتعمر داك الفورمولير، كتدوز باش تاخذ الغونديفو ديال الانترفيو. الانترفيو قبل ما كتعطيوك الانترفيو ولا لا دات اللي تقدر دير فيها الانترفيو، انت خصك تخلص الفلوس ديال باش كدير هذا الانترفيو. تقريبا كتخلص شي 120 دولار ولا شي حاجه بحال هكذا. المهم شي 30,000 ريال تقريبا ولا 23,000 ريال. ملي كتخلص الفلوس ديال رونديفو كيعطيوك لي دات، ولا كتاخذ لا دات انت كتشوف لا دات اللي مناسبه لك. ولكن اغلبيه لي دات ديال الانترفيو ما كيكونوش قراب. انا الاقرب لا دات كانت عندي وانا في الشينوا كانت من هنا ل3 شهور، يعني من هنا 3 شهور عاد كان عندي الانترفيو. وقيله في دول اخرين كتكون اكثر كاع على حسب الدوله ديالك، وغيكون تشوف لا دات اللي غيكون فيها ولا الانترفيو واش من دات غادي يكون. انا الفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم على الانترفيو كيفاش داز وشنو الاسئله اللي سولني في الانترفيو. بالنسبه للوراق اللي كيكونوا طالبين ولا الطريقه ديال الدفع، انا غادي غنحاول نديرهم في فيديو واحد اخر اللي غادي ننزلو من بعد هذا ان شاء الله. الا كنتم مهتمين بالموضوع وكيفاش الطريقه ديال الدفع وشنو الوراق اللي كيطلبوا، ديروا ابوني لاشين، وراه غادي ندير فيديو كنشرح فيه داكشي بالحيتيات بحال اللي كنقولوا. بالنسبه للانترفيو كان عندي نهار 20 في شهر 11 هذا اللي فات. 20 في شهر 11 مشيت ديت الوراق ديالي ها هما كاملين، ولكن ما شافوا منهم حتى شي ورقه. الوراق ديالي كلهم وجدتهم، كاع اي ورقه اللي تقدر تفيدني في شي حاجه ديتها معايا. كان عندي رونديفو نهار 20 في شهر 11 هذا اللي فات. كان عندي مع الثمان 10 45 دقيقه. مشيت انا قبل بنص ساعه، دخلت. كيدخل المهم كتدوك داك السيكوريتي تشيك، تيقلبوا لك حوايجك وداكشي. ما عندكش الحق تدخل معاك تليفون، ما عندكش الحق تدخل معاك اي حاجه اللي الكتريك، مثلا المكانه ديال السمارت واتش ولا اي حاجه اللي الكتريك. ما عندكش الحق تدخلها، ما تدخل معاك حتى شي حاجه، لا كاسك لا ليزيات لا حتى شي حاجه ما غتدخلها معاك. ملي كتدخل كيديك داك السيكوريتي تشيك، كتدخل السيكوريتي كيشوف لك الباسبور ديالك، كدوز. ملي كدوز كاين وحدين في الباب عاوتاني كيعاودوا يشوفوا لك الباسبور ديالك، كيلصقوا لك واحد الستيكر في الباسبور ديالك من اللور. كتشد الصف. كاين 3 ديال الكيشيات. الكيشي الاخر هو اللي كيكون فيه الانترفيو. الكيشي الثالث، الكيشي الاول عاوتاني كتشد الصف، كتمشي للكيشي الاول، كتشوف لك الباسبور ديالك، كتقلبو مزيان، كتاكد واقيلا من الفورمولير اللي عمرتي في البيسي. من بعد كدوز للكيشي الثاني، شديت الصف على الكيشي الثاني. الكيشي الثاني الكيشي الثاني كياخذوا من عندك البصمات. خدات من عندي البصمات ديال هاد اليد، البصمات ديال هاد اليد. دزت الكيشي الثالث، هو اللي كيكون فيه الانترفيو، هو اللي هو اللي يا اما ربحه يا اما خسره. داك الكيشي اللي جيت فيه انا، ملي كتشد الصف باش تدوز للكيشي الثالث، هما كاين بزاف ديال الكيشيات ديال الانترفيو على حسب داك السيكوريتي شمن كيشي كيقول لك سير. انا وقيلا مشيت للكيشي 25. قلت لي 25 كانت واحد الوحده قدامي ترفضت لها الفيزا، حيت هما كاينه ورقه بيضاء، كاينه ورقه وقيله حمراء، كاينه ورقه
الصفراء على حسب، عطات كاينه زرقاء ولا ما شنو، عطات هذيك الورقه ديال الرفض، قلت واقيلا حتى انا غادي نقودها. المهم وديك اختنا ما كتضحكش، قالت لي سير لقي شي 25. مشيت لقيت شي 25 بحال هكا، وقفت حداها قلت لها هاي، قالت لي هاي، وهي سولني بالشينويه باش نجبد الاسئله باش ما نتلفش ما ننساش شي سؤال اللي سولاتني. قالت لي هاي، عطيتها الباسبور ديالي وهي تقول لي، قالت لي بالشينويه واخا شافني انا اجنبي وهي اجنبيه امريكانيه، قالت لي اش غتمشي دير في امريكان. قلت لها غادي انا بالثقه في النفس، قلت لها انا غادي نسافر، قلت لها ام جوين تو ترافل. تايق في راسي، كتسولني سؤال كنهضر بطلاقه قالت لي بالشينويه، السؤال الاول سولاتني بالشينويه، قالت لي اش غتمشي دير ميكان. قلت لها غادي نمشي نسافر. قالت لي شحال غادي تجلس في ميريكان. قلت لها غادي نجلس في، قلت لها غنمشي من لا دات الفلانيه لا دات الفلانيه. تقول لي قول لي شحال من دايز. قلت لها تقريبا 1 ويك، 8 ايام. قالت لي اوكي. قالت لي مع من غتمشي لميريكان. قلت لها راه غادي انا فما هي تسولني شي سؤال كنحاول نعطيها معلومه واحده اخرى، ماشي كنسولها كنعطيها جواب واحد وتنسكت، لا تنعطيها معلومه واحده اخرى. قالت لي مع من غادي ميريكان. قلت لها غادي مع واحد صاحبي شينوي، راه ديجا كنا مشينا سافرنا لبزاف ديال البلدان، عندنا واحد الجروب حنايا ديال زعما فريندز ديما تنسافروا مع بعضياتنا. قلت لها هاد المره غادي مع صاحبي الشينوي. قالت لي اوكي. قالت لي شحال انت في الشينوا، شحال انت عايش في الشينوا في هاد البلاد هادي. قلت لها حتى انا عايش في الشينوا، الناس اللي داخلين جداد. قلت لها راه عايش تقريبا شي 8 سنين وانا في الشينوا. قلت لها كنت درت قرايتي هنايا، كنت درت الماستر ديالي هنايا، ومن تخرجت من الماستر خدمت هنايا وبقيت جالس هنايا. قالت لي اوكي. يعني ديما كنحاول انني نعطيها معلومات اكثر، وقيلا هذه تيب بزاف ديال الناس ربما ما عارفيناش. لا سولوك ملي يكون عندك الانترفيو، داك اللي دارك الانترفيو يسولك شي سؤال، حاول تعطيه معلومات اكثر، انت ما عندك ما تخسر. قالت لي اوكي. هي تقول لي عاوتاني شنو هي الخدمه ديالك. قلت لها شنو الخدمه ديالي وشنو كندير وشنو هذا البرودكتس اللي خدام فيهم، بقيت نعطيها معلومات على الخدمه ديالي. قالت لي اييه. قالت لي شحال انت في هذه الخدمه هذه. قلت لها شحال انا في هذه الخدمه. قالت لي شحال قالت لي شنو هو الانكم ديالك، شحال كتخلص. قلت لها شحال كنتخلص. قالت لي عاوتاني بقات تتقلب، هي فما كتسولك شي سؤال كدير النوتس، كتكتب واقيلا دوك النوتس عندها في البيسي ولا ما عرف شنو. شويه وهي تقول لي لا قبل ما تقول لي يا ربي بقات تكتب، وانا نقول لها راه عندي باسبور قديم، لحقاش ديت معايا الباسبور قديم. قلت لها عندي باسبور قديم بغيتي تشوفيه. قالت لي شوع. شدت الباسبور بقات تقلب عاوتاني، بقات تدير واقيلا في البيس النمره ديال الباسبور القديم، وهي تقول لي شافت الفيزا ديال واقيلا ديال شينغن، وهي تقول لي شحال جلستي في فرنسا. قلت لها فرنسا راه جلست فيها 15 يوم. قلت لها جلست فيها 15 يوم فعلا، كنت جلست 15 يوم في فرنسا. قالت لي اوكي. قلت لها انا من غير فرنسا مشيت لبزاف ديال الدول، اخر دوله مشيت لها هي استراليا. قالت لي مشيت لاستراليا. قالت لي شحال جلستي في استراليا. قلت لها شحال جلست في استراليا. قالت لي واش عندك شي واحد في استراليا. بغيت تسولني على استراليا. قلت لها لا ما عنديش حتى شي واحد، مشيت غير سافرت ورجعت بحال هادي. قالت لي اوكي. قالت لي واش عمرك دفعتي الفيزا ديال الميريكان. قلت لها لا راه هذه ماي فيرست تايم، ما عمري ما دفعت الفيزا ديال الميريكان. هي تقول لي عندك شي واحد في ميريكان. قبل ما تقول لي عمرك دفعتي الفيزا ديال الميريكان، قالت لي واش ترفضات لك شي مره الفيزا ديال الميريكان. قلت لها لا ما عمري ما ترفضات، راه اول مره غادي ندفع. قلت لي اول مره غادي ندفع. قلت لها هي تقول لي عاوتاني واش كتعرف شي واحد في ميريكان. قلت لها ما كنعرف حتى شي واحد في ميريكان، ما عنديش عائلتي. قلت لها غادي غنمشي نسافر وغادي نرجع في حالاتي. كنهضر بالثقه في النفس وما خايف منها من حتى شي حاجه، يعني عادي، هذا هو الاساس. عاوتاني سؤال واحد اخر اللي ما توقعتهمش غادي يسولوني هو قالت لي اش كيديروا والديك. قلت لي شنو كيديروا والديك، حقاش داك الفورمولير اللي كتعمر حتى على والديك، ولكن ما كتعمرش واقيلا الخدمه ديالهم، الا بقيت عاقره ما كتعمرش الخدمه ديالهم. قالت لي اش كيديروا والديك. قلت لها الوالده ديالي ما خداماش والوالد ديالي خدام سائق. قالت لي اوكي. قلت لي واش هما في المغرب، واش عايشين في المغرب. قلت لها راه عايشين في المغرب حاليا. قالت لي واخا. شويه تقول لي مبروك. قالت لي your visa has been approved. وانا نقول لها ثانك يو هاف ا جود داي. بغات تعطيني واحد الورقه ديال زعما كاينه راه ديال القبول، وانا نقول لها الباسبور ديالي غنبغي نخدم به، واش ممكن نخدم زعما بهذا الروسيت. حيت الباسبور ديالي انا كان عندي رونديفو في مدينه واحده اخرى، ماشي في هذه المدينه اللي عايش فيها. كان خاصني باسبور باش نركب في الطياره ونعاود نرجع لهذه المدينه هذه. شرحت لها لوكا ديالي، قلت لها واش ممكن نخدم بهذه الروسيه اللي تعطيني. قالت لي لا. قالت لي تقدر تمشي رجع للمدينه ديالك وصيفط لنا الباسبور وغنديروا لك الفيزا فيه ونرجعوه لك. وفعلا داكشي اللي كان. الحاجه اللي غادي نوصيكم عليها وغادي ننصحكم بها، بما انه انا زعما عندي تجربه ولا خديت الفيزا ديالي، هو انه ما تكذبوش داك الفورمولير اللي غتعمروا، ما تكذبوش، قولوا الصراحه. انت غتيفالوي راسك، انت غادي تعير راسك الا كنتي مؤهل انك باش تاخذ الفيزا مثلا من ناحيه ديال الخدمه، من ناحيه ديال الفلوس، سير دفع عليها. لو كنتي ماشي مؤهل بلا ما تدفع عليها، لحقاش كيبقى عندك الرفض كيبقى مسجل عندك. المره الجايه ملي غتبغي تدفع راه غتبان لهم انك
ترفضتي. يعني الا كنتي مؤهل باش تدفع المره الاولى سير دفع، ما كنتيش مؤهل ما تدفعش. وملي تكونوا غتدفعوا ما تكذبوش ما حتى شي حاجه، قولوا الصراحه. يعني ماشي تقول انت شي دوله ما مشيتيش ليها وتكتبها، ولا تقول مثلا انت كتشد الراتب ديالك ولا الصالير ديالك كتشد مثلا قد وقد، انت غتكتب قد وقد. لا، ما تكذبوا حتى شي حاجه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي الثقه في النفس. ثق في راسك. انت ماشي غادي تمشي تسعى، انت اصلا غادي غير سياحه، يعني ما تمشيش تحرك. الا كنتي واثق في راسك كلشي غادي يدوز سموت، وكلشي ما غيكون حتى شي مشكل. سير انت تسير بديك ديك الفكره، هو انه عطاوك الفيزا مرحبا، راه انت غادي تمشي توريست يعني غتساهم في الاقتصاد ديالهم. الا عطاوني الفيزا مرحبا، ما عطاونيش الفيزا عاود راسهم. يعني ما تبقاش تقول ناري عندك ما عطونيش الفيزا. ما تكونش عندك الفكره هذه. عطاوك الفيزا مرحبا، ما عطاوكش الفيزا الله يعاونهم. خص تكون عندك الفكره. وحاجه اخرى هو انه الفيزا ديال الامريكان كيف قلت لكم سهله، ماشي بحال اللي كنسمعوا عليها في اليوتيوب ولا في جوجل. يقول لك بزاف ديال الناس كترفض ليهم، ولا تقولوا لا ما عرفت شنو داك المعدل ديال الرفض. يعني الا كنتي مؤهل راه الفيزا ديالك غتخرج. والفيزا باش زوينه هو انه كيعطيوك 10 سنين. انا عطاوها ليا في 2023 ما غتساليتها 2033 جايه، يعني 10 سنين. الباسبور غيسالي ليا في هذا العام هذا، والفيزا غتبقى خدامه. نخدم باسبور جديد وباسبور قديم. هادشي اللي كاين. وبالنسبه كيف قلت لكم قبيله، راه غنحاول ندير فيديو على الدوكيمنتس والوراق اللي كيطلبوا، وعلى كيفاش تدفعوا. الناس اللي مهتمين ولا بغاو يستافدوا ولا شي حاجه يديروا لي فولو، هذا سبسكرايب لاشين. كندير فيديوهات على الفيزات ولا اي حاجه زوينه كنبغي نبارطاجيها معكم. ثانك يو فور واتشين، وبالتوفيق. وما تنساوش لايك كومونتير وداك التخربيق. ثانك يو.